السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وفيديو جديد في قناتكم ملعب الزمالك. فيديو مهم جدا 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 هنتكلم فيه عن أهم المفاجآت المدوية. جناح سوبر يقترب بقوة من نادي الزمالك، والزمالك بيدعى الرتوش الأخيرة في الصفقة. هنتكلم عن كمان موعد تيشيرت الزمالك ووصول عدي الدباغ وموعد انضمامه إلى تدريبات نادي الزمالك. هنتكلم عن كل حاجة بالتفصيل، ولكن كالعادة قبل ما احكي لك الحكايه وقبل ما احكي لك التفاصيل ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. انزل اخبط لايك الفيديو واشترك في القناه لو انت اول مره تشوفني عشان يصلك كل فيديوهاتنا. ايه الجديد اللي معانا النهارده؟ طبعا كان في حفله اسمها دير جيست بتوزع جوائز الافضل في الدوري عن الموسم الماضي. طبعا حسام عبد المجيد فاز بافضل مدافع في الدوري ويستحقها عن جدارة، وإن شاء الله يتم حسم موضوع تجديده خلال الفترة اللي جاية. كمان محمود بن طايق لاعب نادي الزمالك المغربي فاز بأفضل باك شمال في الدوري المصري، ودي حاجة كويسة جدا ودفعة معنوية كبيرة جدا للاعيبة قبل بداية الدوري الجديد اللي هينطلق إن شاء الله يوم الجمعة 8/8 أمام سيراميكا. كمان عمرو ناصر صفقة الزمالك الجديدة ومهاجم الزمالك حصل على جايزة أفضل هدف، الهدف اللي هو دبل كيك اللي هو باكورد سجله في الأهلي تقريبا في كأس الرابطة أو حاجة زي كده. أتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق وربنا يوفقهم في الموسم القادم ويعملوا حاجة كبيرة مع نادي الزمالك. دي أول حاجة. تاني حاجة، خلاص خلال ساعات قليلة هيوصل عدي الدباغ عشان يعمل كشف طبي. بعد ما يعمل كشف طبي هيوقع نادي الزمالك لمدة 4 مواسم. الصفقة خلصت مقابل 350 ألف دولار على قسطين، وكمان في 50 ألف دولار كده حاجة اسمها متغيرات لو راجل خد هداف كسب معانا بطولات الزمالك هيبقى يدفعها. كمان الصفقة انا شايفها بالنسبه للصفقات اللي جت قبل كده صفقه يعني صفقه مناسبه جدا. جاب رقم مش كبير، نتمنى له ان شاء الله ربنا يوفقه، ولكن حصل بعض الهجوم على الصفقه من جانب بعض اللجان بتاعه اللي هو جمال اسمه ايه، جمال جبر ده ولا اسمه ايه، اللي هو بتاع الاهلي. تمام. فوجئنا ان بعض المواقع بدات تطلع اصل جمهور فريقه فرحان برحيله، اصل جمهور فريقه ما كانش طايقه، اصل اللاعب ده مش عارف ايه. سبحان الله، جمهور الزمالك انساق وراهم بسرعه جدا. عدي الدباغ ما حدش يختلف عليه ان هو الهداف التاريخي لمنتخب فلسطين، لاعب مميز جدا، 26 سنه بيلعب برجله اليمين والشمال، واتفرج على فيديوهاته. راجل قدام المرمى بيقدر يراوغ، بيقدر يسجل، بيقدر يخطف. راجل في السرعات سريع، تقدر تستغله مع وجود ناصر منسي. فصفقه يعني صفقه كويسه جدا للزمالك. جمهور الزمالك الصفقه دي لو كانت راحت الاهلي او بيراميدز كان جمهور الزمالك زعل عليه، انما الصفقه خلصت وانتهت لصالح نادي الزمالك. حسيت ان في بعض من جمهور الزمالك بيقول لك ده صفقه عيانه، ده لاعب بطيء. ازاي يا عم؟ ما الصفقه كانت حلوه وكل الناس كانت متفقه عليها قبل ما تخلص. فنتمنى ان انتوا يعني، مش كل الناس طبعا، جمهور الزمالك في ناس فاهمه اللعبه اللي بتحصل من بعض اللجان، ان هو بيحاول يكرهك في الصفقه قبل ما تبدا، لان هو زعلان. ازاي جمهور الاهلي امبارح وصفحاته بقول لك كانت بتطالب وزعلانه. الناس اللي بتفهم كوره، انا مش متابع اي حد، الناس اللي بتفهم كوره والناس اللي هي عندها صفحات كبيره كانت بتقول يا خطيب ازاي تسيب اللاعب يروح للزمالك، صفقه كويسه جدا، قريب جدا من وسام ابو علي، ممكن اللاعب ده يجي يتالق معاك ويكسر الدنيا، انت جايبه ب 350 ممكن تبيعه بعد سنه ب 3 مليون 4 مليون دولار لاي نادي في الخليج، تقدر تستفاد من ورا مبلغ كبير جدا. فنتمنى له ان شاء الله كل التوفيق. كمان في مفاجاه، قد يعني يتم الاعلان عن تيشيرت الزمالك في وجود عدي الدباغ. ايه موضوع التيشيرت؟ خلاص الناس اللي كانت بتسال على تيشيرت الزمالك الجديد، التيشيرت وصل والزمالك استلم الدفعه الاولى من شركه نايك، والزمالك هيلبس التيشيرت الجديد في اول ماتش في الدوري. امتى هيتم الاعلان؟ في اكتر من خيار. الزمالك بيفكر او اقتراحين. الزمالك الاقتراح الاول ان يتم تصوير البرومو بتاع التيشيرت طبعا ويتم الاعلان عنه يوم الخميس قبل ماتش سيراميكا. وفي اقتراح تاني ان الزمالك عاوز يقدم التيشيرت في وجود عدي الدباغ والصفقه السوبر، صفقه الجناح اليمين. الزمالك اقترب بشكل كبير جدا من التعاقد مع جناح يمين سوبر ستار. سوبر ستار، والمعلومه عندنا من 4 ايام. وتاكيدا للناس، عشان في بعض الناس بتقول لك ان مفيش حد يعرف وكل الناس بتطلع تهبد وكل الكلام ده، باذن الله لما الصفقه تخلص بشكل رسمي واللاعب يبقى خلاص انضم لقائمه الزمالك، هطلع اوريك السكرينه ان المعلومه عندي بقى لها حوالي 4 ايام عشان نبقى موجودين مع بعض، ولكن احتراما للناس واحتراما ان الصفقه دي تتم، لان ما عادش وقت ان في صفقه تفشل اصلا. فنتمنى ان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك خلال الفتره اللي جايه. ده بالنسبه لموعد التيشيرت. ان شاء الله التيشيرت وصل وهيتم الاعلان عنه خلال الاسبوع اللي احنا فيه ده قبل ماتش سيراميكا باذن الله. وقد يتم الاعلان عنه، او يعني قد يتم استخدام عدي الدباغ وصفقه الجناح اليمين في الاعلان عن تيشيرت الزمالك كواجهه اعلانيه للتيشيرت. نتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق. طيب ايه قصه الجناح اليمين؟ حصل جلسه بين اداره الزمالك وبين وكيل احمد الجفالي خلال الساعات القليله اللي فاتت، واتفقوا فيها على ان اللاعب لازم يخرج اعاره قبل نهايه الميركاتو، لان اللاعب خارج حسابات الزمالك. وكيله حاول ياخد يعني يتكلم مع الزمالك ان اللاعب يروح بيع نهائي او يطلع يعني مره واحده. الزمالك رفض رحيل اللاعب نهائيا. الزمالك قرر، او الافضل شايف ان هو
الجفالي محتاج ياخد فرصه اعاره، ممكن يبقى لاعب كويس جدا ويرجع الزمالك بعد كده، او الزمالك يبيعه برقم اكبر، فالزمالك لسه عاوز يشوف الجفالي ويتفرج عليه قبل ما يبيعه. فاحمد الجفالي ان شاء الله الكلام الاكيد ان هو طالع قبل نهايه الميركاتو. الميركاتو خلاص يوم تقريبا الثلاث او الاربع هيقفل، اخر يعني يوم 6 هيقفل خلاص، باقي 3 ايام من النهارده. الثلاث ايام دول الزمالك يحسم فيهم صفقه الجناح اليمين، ويحسم فيهم صفقه حامد حمدان باذن الله. في صفقه الجناح اليمين بالمناسبه اللاعب برازيلي، اللاعب ده في برضه اكتر من لاعب تاني كان مرشح من ضمن اللعيبه المرشحه، في لاعب جزائري فرنسي اللي انا اتكلمت عنه كان بلال بطوبه، لاعب هاتاي سبور التركي، النادي بتاعه رفض رحيله، فده اسم اتقال. وعلى فكره الاسم ده عندي من زمان وما رضيتش اقوله. بلال بطوبه كان من ضمن المرشحين بقوه، قلت لك جزائري فرنسي، ولكن مش ادم والناس ولا اللي هو عبد الحميد عبد اللي هو اللاعب بتاع انجي الفرنسي اللي انا اتكلمت عنه قبل كده. كمان الزمالك ان شاء الله لو باذن الله قدر يخلص الصفقه دي، انا بقول لك صفقه بوم، صفقه محترمه جدا هتنقل هجوم الزمالك، ولاعب ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق. لما يخلص باذن الله هيتم الاعلان عنه، ولكن خلال خلاص ساعات قليله باذن الله، يوم يعني ما عادش خلال 48 ساعه هيتم حسم صفقه الجناح. خلينا نستنى ونشوف بنفسنا، ونتمنى له ان شاء الله كل التوفيق وربنا يكرمه معانا. صفقه حماد حمدان الزمالك هيرجع تاني يتكلم مع نادي بتروجيت، لعل وعسى ان هو يقدر يحسم الصفقه خلال الكام يوم اللي جايين. ما خلصتش بقى يبقى الزمالك بقى لو اللاعب حتى الان المشكله يعني رفض يرجع التدريبات واللاعب متمسك جدا بالزمالك، فالزمالك هيحاول يضغط على اداره بتروجيت برغبه اللاعب ان هو يحسم الصفقه قبل نهايه الميركاتو. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للزمالك. مصطفى فتحي في كلام عليه، ولكن حتى الان مش عارف الدنيا هتعمل يعني هيمشي ازاي، لان في علاقه متوتره او سيئه بين الزمالك وبين اداره نادي بيراميدز في موضوع الصفقات. فخلينا نشوف موضوع الصفقات ممكن تتم وممكن ما تتمش. الزمالك كان عاوز محمود صابر، بيراميدز عاوز يوديه زيد في صفقه زيكو. فانا قلت لك بيراميدز مش هيبيع لك اي لاعب، بيراميدز هيودع كل اللعيبه اعارات لاي نادي، ولكن مش هيديك اي لاعب. ولكن في كلام على مصطفى فتحي، اتمنى. مصطفى فتحي لاعب كبير جدا، هيفرق جدا في قصه الجناح يمين، قد يكون هناك جناح يمين محلي كمان، اتمنى ده نتمناه ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. كمان بالنسبه لقصه عبد القادر، خلاص الاهلي خد قرار ان عبد القادر لو رفض كل العروض اللي جات له، لان عبد القادر حتى الان رفض كل العروض اللي جات له فعليا، الاهلي قرر ان هو يجمده. الاهلي قرر ان هو يجمد عبد القادر عشان ما يروحش الزمالك، وعشان يمشي فري في نهايه الموسم اللي جاي ويروح اي فرقه، ولكن مش هيشارك في اي مباراه، لان عبد القادر رفض رحيل كل العروض اللي جات له، سواء من سيراميكا، سواء من زد، سواء من كل الانديه التابعه للاهلي، قطر القطري تبع الحزم السعودي، رفض كل الانديه دي. في عرض جديد عند عبد القادر من نادي في الدوري الليبي تقريبا اهلي طرابلس حاجه زي كده، حتى الان اللاعب رافض. والاهلي وبيراميدز يعني الاهلي بيحاول يبيعوا البيراميدز في صفقه تبادليه عشان ما يروحش الزمالك، تمام، لان بيراميدز ما عادش بيبيع للزمالك، لان الاهلي مش هيبيع لاعب لبيراميدز وهو عارف ان بيراميدز هيبيعه للزمالك. ففي علاقه دلوقتي كويسه بين للاسف الاهلي وبيراميدز سبحان الله، والعلاقه توترت بين الزمالك وبيراميدز، ولكن يعني نتمنى ان شاء الله في النهايه ان الزمالك احنا مش عايزين حد من بيراميدز، نركز في فرقتنا، احنا بندعم، ولكن بس بيراميدز نفسه مش سايبنا في حالنا، دخل في اكتر من صفقه. محمد اسماعيل اختار نادي الزمالك، احمد ربيع اختار الزمالك، عدي الدباغ اختار الزمالك رغم وجود عرض قوي جدا من بيراميدز، ولكن اللاعب اختار الزمالك. خلي بالك وحط تحتها مليون خط، اختار الزمالك مش اختار فرقه لسه معموله من 4 سنين. كمان مين تاني؟ حامد حمدان اختار الزمالك، فالزمالك يبقى الزمالك حتى في وجود منافسه ماليه كبيره جدا. نتمنى ان شاء الله ان الزمالك خلال الفتره اللي جايه يكون عنده سيوله ماديه ويتحل بعض المشاكل الماليه، هتفرق جدا مع نادي الزمالك، والزمالك يقدر ان شاء الله بعد كده يبقى يدور. مش هنعمل كل ميركاتو 10 صفقات، تبقى كل صفقاتنا محدوده صفقتين ثلاثه اللي هم لو هنجيب اجنبي سوبر هنجيب صفقه كويسه، هنجيب لاعب كويس، يبقى انت كل ميركاتو تدعم بثلاث اربع لعيبه جامدين، ويبقى عندك سكواد انت بتبني عليه. ده اللي احنا نتمناه ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه، وبكده طبعا نكون وصلنا الى نهايه فيديو النهارده. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جايه. سلام.